دي أنا مريم طبيبة وأم، ودي سلسلة بعنوان مناوبات رمضانية. هاخدكم معايا رحلة صغيرة كده في أيام النبطشيات اللي في رمضان. صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ لسه جاية الساعة 8 دلوقتي الصبح، استلمت دلوقتي جواز ولبن. نشوف النهارده اليوم عامل ازاي. في حاجة لذيذة قوي اتعملت في تحليل الجواز عجباني، انه السيستم بتاع الجواز بقى فيه تحليل نفسي، ولو في اي مشاكل نفسية بيوفروا لكم دكتور نفسي يساعدكم. هوريكم جبت فطور ايه. عيش احنا ما بتصرفناش اكل، يعني احنا عندنا نبطشيات 24 ساعه عادي، او حتى لو صباحي او مسائي، بس يعني واقل نبطشيه 12 ساعه. ما بتصرفناش اي اكل نهائي ولا حتى استثناءات في رمضان. مشكلتي بقى ان الوحده هنا ما فيهاش اصلا اماكن قريبه تجيب منها اكل، وعشان تجيب من مكان بعيد فبتدفع عليه فلوس كتير، يعني دليفري. جواز دي حالات كتيره جدا النهارده، ولبن نفس الكلام، بس نبطشيه لسه. نبطشيه بقى ده الاستقبال، ده الحالات بقى اللي بتيجي مرضى يعني. فاذا جت حاله مرضى هكلمكم، بس على الاغلب في الوقت اصلا ما بيجيش حالات، لان خلاص بقى المغرب قرب وكده، وانا معايا اصلا الساعه 8 و8 بالليل، ده مش كتير قوي بتيجي حالات. فبس وراجع الورد اذاكر. مشكله ما جبتش الايباد النهارده نسيته، فمش هذاكر. احنا قربنا على المغرب، بس انا النهارده جعانه جدا، متضايقه متضايقه كتير، مش عارفه ايه النهارده، عايزه اعيط. حاله وفاه من شويه قعدت احضنها وكنت عايزه اعيط معاها. يمكن تعبت من الشغل، مع ان ده مش انا خالص، انا شخص اكتف اكتر وبيحب الشغل قوي. مش عارفه، بس كل حاجه وحشتني البيت قوي، وحشني ان انا اقعد في بيتنا انا وايمن. ففي حاجه وحشه في الموضوع ان انا، بصوا بصراحه يمكن اللي وحشني لمه العيله، لمه البيت بقى ورمضان. انا بعيد عن اهلي برضو كتير، هم عندهم مشاغل كتير، ويمكن غالبا دي لحلوسة الجوع. عادي لما افطر ابقى كويسه. انا كده خلاص خلصت الفطار، وقعدت لحد الساعه 8 في الوحده تحت، وهطلع الملجأ فوق استلم في الملجأ. يا جماعه انا في الملجأ استلمت الساعه 8، استلمت دلوقتي، وهفضل بقى مكمله لحد 8 الصبح. وقت الملجأ ده انا ما بعرفش اصور فيه من بعيد، لان انا بحس الولاد محتاجين الوقت ده اكتر، المفروض اقعد معاهم اكتر من ان انا اصور او اعمل اي حاجه تانية. بحس ان هم ملزمين مني زي ايمن، يعني المفروض اتكلم معاهم، نتناقش، نتعلم مشي، نتعلم حركه جديده. انا رمضان ده وحش قوي عليا بجد. اللهم لك الحمد. انا هروح مع الولاد خلاص الصبح صبح، فانا دلوقتي هنزل وهي بس تروح ابصم بقى.